انت نصيحتك للشباب اللي هم بيقعدوا يعملوا المكالمات دي ايه تقول لهم ايه؟ والله بطلوا يكلموا احمد نجيب؟ لا طبعا يكلموك، وانت برضو لازم تبقى برضو ايه نفسك هادي كده وتستحملهم وما تعملهمش بلوك، عشان هم بيعانوا جدا من موضوع السبام على الارقام بتاعتهم. يعني انا رفقا بالولاد دول يعني. لا هو فكرة التليفون ده احد التولز اللي هم بيستخدموها عشان يبيعوا. بمناسبة هل انت معتقد، هسألك سؤال واحد بس يا نجيب، انت معتقد ان انت لما بيكلمك وانت بتقول له لا والله مش مهتم، تقوم قافل في وشه وعامل له بلوك، واللي بعدك بيعمل كده بعدك بيعمل كده، هو بيبطل؟ لا بيكمل، عنده تارجت. ايوه هيطلع عيني انا، بيكمل لحد ما بيجيب البيعة. ولك ان تتخيل، مش عايز افاجئك، ان هي بتقفل معاه وفي واحد منهم بيرد وبيكمل معاه وبيقفل معاه البيعة، بيعوض له كل الناس اللي قفلوا في وشه سكه. بس انا ليه يحصل فيها كده؟ انا معيش 10 مليون جنيه ادفع البتاع. فعشان كده قلت لي اعمل ايه؟ فعشان كده هم الولاد دول بس، او الشباب اللي بيشتغلوا في المجال ده على فكرة نما جدا في مصر في ال5 سنين الاخرى. وطبعا نتيجة برضو لزيادة مساحة الماركت بتاع القطاع العقاري في مصر، ففتح ابواب رزق والناس كلها اشتغلت والدنيا ماشية كويس. بس برضو مع زيادة العدد ده، اكتر من 10,000 شركة ولا حاجة، كل شركة لو فيها 10 فانت بتتكلم في ارقام. التنافسية بينهم هم شديدة، عالية جدا طبعا. فلازم هم نفسهم يتسلحوا بالعلم، لازم يذاكروا كويس جدا، ولازم يتعاملوا على ان هم المستشارين العقاريين لحضرتك. فلما يكلمك مش بيكلمك عشان يبيع لك، هو بيكلمك عشان يشتري لك. فلازم يكون انت تحس بالامان معاه، وتحس ان هو فعلا استشارته دي استشارة امينة، مذاكر لك العميل بتاعك كويس، الديفلوبر اللي انت هتشتري منه كويس، مقيمه بشكل جيد، مذاكر المشروع اللي هيبيع لك فيه كويس، مذاكر اليونت اللي هيجيبها لك اللي تتناسب معاك، وقبل ده كله مذاكر هدفك انت من الاستثمار. بس ده ما بيحصلش، ما بحسوش، عشان انت بتقفل في وشه بسرعه. يسألوني سؤال تاني يمكن شاطر مش بس عارف. انت ما اديتوش الفرصه. صح. النقطه الاخيره انه لازم يكون مستشارك الاستثماري، وبالتالي لازم يكون مذاكر فاينانس. صح. لازم يكون عارف يعني ايه MBV، وعارف يعني ايه يحسب حسابات البيمنت بلانز، ويحسب الطرق والحلول التمويليه لظروفك، ومذاكر كويس جدا ظروفك انت الماليه اللي تخليك عندك القدره على انك تبقى عندك الافوردابيلتي فعلا، انك تدفع الاقساط بتاعتك 8 سنين قدام، ولا انت هتخش وتقف وتتعثر. على فكره اقول لك على حاجه، في كم اكسبرتس دلوقتي مصريين بالخارج اشتروا في ال6 شهور الاخيره من 2023 بيفكروا دلوقتي جديا ان هم يريسيل او يرجع اليونتس، لمجرد ان هو اشترى وهو فاكر ان الريال والدرهم بتاعه كان ب 18 جنيه، هو القسط بتاعه كان قد كده، دلوقتي الريال والدرهم بتاعه ب 12 جنيه، فهو في حاسس ان هو خسر ال 6-7 جنيه دول. صح. فما بقى حاسس ان هو هيتعثر في انه يدفع الاقساط. فده كلها حاجات محتاجه تبقى محطوطه في الحساب. دي كانت unexpected، لكن في الاخر هو لازم يكون استشاري عقاري بمعنى الكلمه، وليس بياع بيبيع بيعه اوفر ذا شيلف، بيعه سريعه كده وخلاص. هو بيبيع بيعه تقيله وبيعه استثماريه، وبالنسبه للعميل لازم يتعامل ان هو بيبيع له بيعه العمر، بيبيع له الحاجه اللي هيحط فيها شقه عمره، فلازم يبقى امين جدا معاه وهو بيبيع له البيعه دي.